حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. أرسنال يخسر من بورنموث بالدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ويتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 70 بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن مانشستر سيتي ناقص مباراتين. آخر 4 مباريات لأرسنال فوز وحيد في دوري أبطال على سبورتينغ لشبونة بهدف وحيد، بينما ليفربول يفوز على فولام بهدفين مقابل 0 ويصعد في ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا. فرانكي دي يونغ عاد إلى نادي برشلونة وسوف يلعب أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، ومن الممكن يشارك في دوري أبطال ضد أتلتيكو مدريد. في إسبانيا برشلونة يتغلب على إسبانيول ب4 أهداف مقابل هدف ويصل إلى النقطة 79، يبتعد ب9 نقاط عن نادي ريال مدريد. لامين يامال يصبح أصغر لاعب يصل ل100 مباراة في الليغا الإسبانية. في الدوري الألماني بايرن ميونخ يفوز ب5 أهداف دون رد قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. صرح هانز فليك بعد مباراة إسبانيول عن مباراة دوري أبطال ضد أتلتيكو مدريد وقال: لن نحتاج إلى أي معجزات، فقط نحتاج لعبنا المثالي للتأهل إلى الدور القادم. إذا عجبتكم فقرة الحصيلة لايك ومتابعة مشاهدة ممتعة.